بفترة الأخبار وما بعد القضاة صاروا كل مين يعمل اللي براسه، لأنه ما عاد في مثل أيام موسى نبي يمشوا وراه، مثل يشوع في قائد يمشوا وراه، لأنه تنجسوا برجاسات الأمم اللي ربنا قال لهم طردوهم من قدامكم، قال لا خليهم منعيش معهم، فأخذوا من رجاساتهم. هون بنفهم الخطورة بخلط العبادات، وخطورة أنه يكون لك نير مع حدا غير مسيحي. لا، ما فيكم تكونوا بنير، ما فيك تتزوجي مسلم، ما فيك تتزوجي ملحد، ما فيك تتزوجي هندوسي بوذي، ما فيك وانت مسيحية. بتقولي كل مين على دينه كذب، كل مين إلهه كذب، بدك غصبا عنك الأرواح الشيطانية اللي عليه تخضعك، مثل ما انت خاضعة لزوجك او انت خاضعة لمرتك، تخضعوا للأرواح اللي هن مسيطرة عليهم. ليه؟ لأنه خلص في عبادات نجسة ونجاسات وزنا روحي عم يقوموا فيها، بدهم بطريقة من الطرق يستغلوا ضعفك أو معرفتك أو أي أمر لحتى يجيبوك فيها، وهذا اللي صار.